السلام عليكم المنورين والمنورات ديال البودكاست كونينتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذه المساحه اللي كنكتشفوا فيها كيفاش نفعلوا حب الذات ديالنا، كيفاش نتحرروا من القيود المجتمعيه ونعيشوا الحقيقه ديالنا. الموضوع ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان، واش فعلا العلاقه اللي انت فيها غير صحيه او لا كاينه شي حاجه اخرى. من اكثر الحوايج اللي وليت كنسمعها مؤخرا او اللي وليت كنشوفها، كيف ما قلت لكم كنكون متبعه هكذا دي جروب فيسبوك باش كونسا كنشوف الحوايج اللي كيدوزو منهم الناس، سورتو المنورات، وسورتو هادشي اللي عنده علاقه بيك انت كشخص، يعني بحب الذات ديالك، بعلاقتك مع راسك، وفي نفس الوقت بالعلاقات. واكثر حاجه كنشوفها، اكثر المواضيع اللي كتطرح، وداك الشيء علاش بديت كنطرق ليها انا هنا باش نعمل الافاده هما العلاقات. فكنسمع بزاف وكنشوف بزاف ديال المنورات كتقول لك انا في علاقه غير صحيه، انا مع واحد الانسان غير صحي. يقدر يكون هذا الانسان انسان كتعرف عليه، يقدر يكون زوج ديالها، يقدر يكون زميل في العمل، يقدر يكون الناس اللي خدامه معاهم، يقدر يكون والديها، يقدر يكون خوتها، تقدر تكون عائله راجلها. المهم ضروري كيكون واحد الانسان كتقول لك راه غير صحي، ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه، كيفاش ندير الى اخره، واش نخرج من الخدمه، واش الى اخره. فسؤالي لكم، واش فعلا هاد العلاقه اللي كتهضري عليها غير صحيه، واش هاد الانسان فعلا توكسيك غير صحي، او لا كاين شي اشكال اخر، او لا ربما ما بغيتش نقول لك انت اللي فيك المشكل، مي شي حوايج كديريهم كيخليوك كطيحي في هاد لي غولاسيون توكسيك، او لا شي حوايج كديريهم بلا ما تشعري كيخليوك تلاقاي دائما بنفس الناس، او لا دائما تلقاي نفس التعامل. وفي 90% حتى 99% من الحالات راه كيكون هذا هو السبب. يعني كتلقى ملي كنهضر مع واحد شي منوره كتقول لي العلاقه ديالي توكسيك، هذا الشيء كنشوفه مع البنات اللي كنخدم معاهم في الحصص. مثلا كتقول لك انا عندي مشكل مع الام ديالي، انا عندي مشكل مع الاب ديالي، او لا كاين اللي كيقول لك انا عندي مشكل مع الزوج ديالي، انا عندي مشكل مع الزملاء ديالي في العمل، هما غير صحيين، هما توكسيك. كتلقايها كتلوم وكتشكي وعايشه في وعي ضحيه. ملي كنجي ندخل معها في العمق وكنطرح عليها اسئله وكنشوف هي كي دايره مع دوك الناس وكي دايره العلاقه ديالها مع راسها، فما كنتعجبش. كنقول لها راه نورمال يكونوا هاد الناس في الحياه ديالك. فهموا عباد الله، فهموا واحد لو برينسيپ ديال ان الناس هما مرايانينا، الناس انعكاس لينا. اي انسان غتلاقيه في الحياه ديالك، اي انسان مهما يكون داك الانسان كيف ما بغى يكونش، ولو تلاقاي بيه غير في الطريق ويوقع بينك وبينه حوار، او لا مثلا دفعك في الطريق، او لا مهم، او لا تكوني صايقه وتكوني في لامبوتياج وتعرضي شي موقف مع شي انسان، او لا تكوني في شي مغاز. مهما يكون داك التصرف اللي صدر من واحد الانسان، فراه غنقول لك فراه مرآة وانعكاس لشي حاجه في الداخل ديالك. العلاقات الدور ديالها هي اننا تورينا الحوايج اللي خصنا نخدموا عليهم، الصدمات اللي خصنا نتشافاو منهم، الجروح اللي خصنا نداويمهم. فاي انسان كيستفزك او لا كيستفز واحد الشعور في الداخل ديالك، بلاصه ما تركزي على داك الانسان. وهذه فايت شرط ليها في حلقات كثيره نقول علاش داك الانسان اثر فيا. يعني واحد الانسان قال لي واحد الكلمه، تخيلوا مثلا هذا واحد ليكزامبل اللي بديهي، قالتها مثلا في الدار وقالت لك ماماك واحد الكلمه، مثلا قالت لك مكلخه، ما باغ اكزامبل، انت خدي اي كلمه، خدي اي ظرف، خدي اي وضعيه وسقطيها على هاد ليكزامبل اللي كنعطيكم. قالت لك مثلا شي كلمه ما هياش وحسيتي بها في الداخل ديالك، وكتقولي ماما كتعامل معايا خايب، كتجرحني، كتقيسني، كتقصحني. علاش قصحاتك؟ علاش ديك الكلمه مع العلم انها مجرد كلمه، علاش قاستك وعلاش ضراتك وعلاش خلاتك ربما تبكي، ربما تدخلي في ديبريشن، او لا مهما تكون ردة الفعل ديالك، او لا ربما عصباتك الى اخره. علاش؟ لانك عطيتي معنى لديك الكلمه، ربطتي الكلمه بك انت شخصيا، يعني خديتيها شخصيا. الوغ كما قلت لكم هذيك الكلمه مجرد كلمه. يعني مثلا الا جات ماماك مثلا بلاصه ما تقول لك مثلا ايوا راكي مكلخه ولا ما كتفهميش، مهم whatever، وقالتها لك بلغه اخرى، قالتها لك بشي لغه اخرى وما فهمتيهاش، واش غتقيسك ديك الكلمه؟
انا نعطيكم اكزامبل. مثلا تقول لك مثلا ما كتعرفي ديري والو، بلاص ما تقول لك مثلا ما كتعرفي ديري والو، هاد الكلمه كتقصحك، تقول لك وتستنتيات. هذه كلمه بالشلحه ياك. واش غتقيسك بنفس الطريقه؟ غتشوفي فيها وتقول لهم كيفاش ما فهمتش واش الشينويه هذه، مع العلم ان نفس المعنى ولكن اللغه مختلفه. علاش؟ لان هذيك الكلمه كتفهميها وربطتي بها شخصيتك. يعني مادام قالت لي انا ما كنفهمش والو، ما كنفهم والو، ولا انا مكلخه، خديتيها شخصيا. ملي قالتها لك بلغه اخرى حيت ما فهمتيهاش، ما غتعطيها حتى شي معنى، دونك ما غاديش تفهميها كاع. راه هذا الشيء اللي كيوقع، راه اي حاجه كتقال لك ولا اي موقف كتحطي فيه ما غيقيسك الا لا عطيتيه معنى، او لا قاس فيك واحد الجرح من الطفوله. لان في الطفوله ديالك تقالت لك مثلا في القسم مكلخه، او لا تقالت لك شي كلمه ما هياش، فلصقات في الدماغ ديالك، اثرات فيك. فدابا كل مره غتسمعيها غتقيس فيك، لان الجرح باقي ما براش. فراه حتى شي كلمه ما غتأذيك او ما غتضرك، حتى شي انسان ما غيأذيك الا كان واحد الجرح في الداخل ديالك خصو يتشافى، فغيقيس داك الجرح. وهذا هو الدور ديال العلاقات. بزاف ديال المنورات او الناس بصفه عامه كيصحاب ليهم باللي راه العلاقات اللي خصنا ندخلوا فيها خصهم يكونوا زوينين، خصهم يكونوا صحيين الى اخره. وي هذا هو نقولوا الريزولتا فينال، هذه النتيجه اللي غنوصلوا ليها. مي باش نوصلوا ليها راه خصنا نخدموا على الجروح ديالنا، بمعنى اي علاقه غندخلوا ليها فراه غتخرج منا داكشي اللي فينا. سورتو في العلاقات العاطفيه اكثر، في جميع انواع العلاقات بيان سور، في العلاقات العاطفيه اكثر، لانها كتفكرنا بالعلاقه ديالنا بوالدينا. يعني ملي كتكوني كتعرفي على واحد الراجل وديجا انت عندك جروح مع الاب ديالك ولا مع الام ديالك، ديجا تعرضتي لبزاف ديال التنمر وبزاف ديال الحقره من والديك، ما عطاوكش الحب، ما كانوش متوفرين عاطفيا. فملي غتلاقاي بواحد شريك حياه، راه هاد الجروح راه كاينه، كيتسموا جرح الاب اولا جرح الام مثلا. المهم كبرتي في واحد الوسط توكسيك، باش ما نتلفكمش بالمصطلحات اللي ما شبعوش ديك الحب. ملي كنتي صغيره ما عنقوكش، ما باسوكش، ما حنوش عليك، ما عطاوكش الحريه انك تعبري، ما عطاوكش الحريه انك تكوني على طبيعتك وتضحكي كيف ما بغيتي، ربما حتى تلعبي. ما بزاف ديال البنات تحرموا من الطفوله ديالهم انهم يلعبوا وتحمل المسؤوليه في سن مبكره. فكتلقاي راسك كطيحي مع واحد الانسان اللي غيعاونك انك تشافي دوك الجروح. فكطيحي في واحد الانسان اللي حتى هو غير متوفر عاطفيا، اللي يذكرك بالجرح اللي عندك مع الوالد ديالك او مع الام ديالك باش تشافيه. لانك دابا وليتي ادولت، ما بقيتيش طفله. فالدور ديالك هي انك تعطي لديك الطفله اللي في الداخل ديالك اي حاجه محتاجاها من حب، من اهتمام. وهذا الشيء اللي غتعلموا لك العلاقه. فاي انسان اللي كتسميه غير صحي في الحياه ديالك حاليا راه جا غير يوريك وجهك في المرايه، كيف ما كنقول كيعجبني نقولها والبنات كيبقاو يضحكوها. يعني جاي يوريك وجهك في المرايه، بمعنى يقولوا لك ها الحوايج اللي خصك تخدمي عليهم. بمعنى واحد الانسان ما كيتعاملش معاك مزيان وهذا الشيء كيضرك، بلاص ما نقول هو غير صحي او لا غير متاح عاطفيا، نقول شنو الجزء مني في الداخل اللي متعطش لهاد المشاعر، وانا الدور ديالي نعطيهم ليه، ماشي الدور ديال هذا الراجل. فهذا الراجل اللي كنقول ليه انا، اللي كنسميه غير صحي، جاي يقول لي عطي داكشي اللي محتاجه لراسك، ما تقلبيش عليه عندي. هذه هي الرساله ديال الناس اللي كنتلاقاو بهم، او مثلا في الخدمه ما كيحترموكش مثلا، او لا ما كيتعاملوش معاك مزيان. رسالتهم، الرساله اللي خصك تفهمي هي احترمي راسك، حطي حدود ديالك. باش انا نقدر نحترمك خصك تحترمي راسك وتحترمي الحدود ديالك. باش واحد الانسان ما يخترقش الحدود ديالك خصك اصلا تكوني حاطه الحدود ديالك. باش واحد الانسان يحبك او يتعامل معاك مزيان، انت خصك تكوني ديجا تؤمنين بانك تستحقي هذاك النوع التعامل. خصك تكوني اصلا كتحبي تحبي راسك، خصك تكوني اصلا بنيتي واحد العلاقه صحيه مع راسك. العلاقه ديالك كذلك مع نقولوا مع عائله راجلك، ربما كيتدخلوا ليا في كل شيء، الام ديالو كتدخل في كل شيء، كيسمع لماماه.
هذيك السيده كتقول لك حطي حدود ديالك، تكون عندك شخصيه، تعبري على المشاعر ديالك، يكون عندك حدود صارمه. ولكن حنا والاغلبيه ديال الناس كيبقاو يعيشوا في وعي ضحيه، دارت ليا وفعلت ليا وانا ظريفه ما كندير ليها والو. الحياه ما بغاتكش تكون ظريفه. المشكل ماشي في واش انت ظريفه ولا ماشي ظريفه، راه تقدري تكوني ظريفه ويكون عندك حدود، تقدري تكوني ظريفه وتكوني قاصحه، تقدري تكوني ظريفه وتقولي لا هذا التعامل غير مسموح به، تقدري تكوني ظريفه وتقطعي علاقات مع ناس اللي كيأذيوك، تقدري تكوني ظريفه وكتحمي طاقتك ووقتك وكتعتذري كتقولي لا ما نقدرش نخرج في هذه الوقيته، انا مشغوله ما غنديرش هذه الحاجه. هذيك الظرافه اللي كتهضري عليها، هذيك الظرافه ماشي صحيه. هذيك الطريقه باش كبرتي قالوا لك خصك ترضي كاع الناس، قالوا لك خصك تكوني انت الاخرى، قالوا لك ما خصكش تقلقي الناس. هذه ماشي ظرافه، هذه ما عندها حتى شي علاقه بالظرافه. تكوني ظريفه ما كتمنعش انك تحطي حدود ديالك، تكوني ظريفه ما كيمنعش انك تكوني صارمه، تكوني ظريفه ما كيمنعش انك تبيني الغضب ديالك تجاه واحد الموقف اللي ما عجبكش، تكوني ظريفه ما كيمنعش انك تقولي لا، تكوني ظريفه ما كيمنعش انك تحطي واحد الناس عند الحد ديالهم او لا تقطعي معاهم العلاقه الا كانوا كيأذيوك، لان في نهايه المطاف النفس ديالك اولى من نفس دوك الناس. يعني الله سبحانه وتعالى غيسالك على النفس ديالك ماشي على دوك الناس. ان لنفسك عليك حقا، عاد لاهلك عليك حقا. دونك اللي خصكم تستوعبوا وتفهموا باللي راه الاغلبيه ديال العلاقات اللي كتقولي عليهم توكسيك او الناس اللي كتقولي عليهم غير صحيين اللي في الحياه ديالك، راه هذوك الرسل جايبين لك دروس خصك تعلميها، بلاصه ما تبقاي مركزه على داك الشخص كيدير ليا وكيفعل ليا. شنو اللي خلاه يتجلى في الحياه ديالي؟ شنو الحاجه اللي خصني نغيرها باش داك هادشي ما يبقاش يتكرر؟ لانه طونك انتي اولا طالما انتي باقي ما فهمتيش الدرس الحقيقي، باقي ما كسرتيش هاد الانماط، هادشي غيتكرر. وعفايت قلتها لكم، ولو تبدلي الخدمه، ولو تلقاو تعاودي تزوجي، ولو تبدلي المحيط اللي انت فيه، ولو تبدلي البلاد، طونك ما بدلتيش الشخصيه ديالك، طونك ما بدلتيش الهويه ديالك، طونك ما بدلتيش النسخه ديالك حاليا، هادشي اللي غتشوفي. لان ما في الخارج هو انعكاس لما في الداخل، فباش نبدل ما في الخارج خصني نبدل ما في الداخل. هادشي هو المعنى ديال انني انا اللي كنخلق الواقع ديالي، لان الواقع الحالي ديالك هو نتيجه لافكارك، معتقداتك، صدماتك، جروحك، طريقه باش كتشوفي راسك وباش كتشوفي الناس اللي دايرين بك. نهار كتغيري هادشي وكتبداي من اول وجديد، اي حاجه تربيتي عليها، اي حاجه تعلمتيها، شككي فيها واش هادشي كيتنفعني ولا لا، هاد الظرافه اللي انا فيا واش نافعاني، واش قاضيه غرض، هاد التعامل اللي كندير مع هاد الناس، هاد تنقولوا هاد القضيه ديال انني نرضي الناس في كل وقيته وانني نتخلى على راسي، واش نافعاني، واش قاضيه غرض؟ الا كان لا، نغير، نتخلى على المعتقدات والافكار اللي تربيت عليهم، لانهم كون كانوا غينفعوا كون نفعوني، كون كانوا غيغيروا شي حاجه كون غيروها. مي مادام هذوك الناس اللي تلقيت منهم دوك التربيه ودوك الافكار والمعتقدات، مع حبي ليهم، مع احترامي ليهم، لانهم يقدروا يكونوا والديك، مي واش هذاك الشيء صالح لي حاليا؟ لان بزاف ديال البنورات كتقول لك انا باغا علاقه صحيه، باغا انسان كيحترمني، يقدرني، يعاملني كيف ما كنستحق، وفي نفس الوقت كتبنى ومتشبته بالافكار ديال الاباء ديالها، بالوالدين ديالها والاهل ديالها، وما قادراش تحرر منهم، مع العلم انك تشوفهم ما سعيدينش في الحياه ديالهم، ما خالقين حتى شي حاجه اللي هي باغا في الحياه ديالهم، وباقا متمسكه بداكشي اللي كيقولوا ليها. غنعاود نقول لكم، والدينا على راسنا وعينينا، الناس اللي كبرونا ورباونا على راسنا وعينينا، اللي كيتسالونا هو الاحسان ليهم، نحبوهم بدون شروط ونتقبلوا المرحله اللي هما فيها، ما نحاولوش نغيروهم. ولكن مسؤوليتك هي انك تخلقي انماط افكار جديده، اعتقادات جديده باش تغيري الحياه ديالك، لان ما يمكنش تكوني كديري نفس الاسباب وتسناي نتيجه مختلفه، هذا كيتسمى غباء. وفايت قلتها لكم هذه فايت قلتها لكم. دونك ما كايناش شي حاجه سميتها علاقه غير صحيه
اولا ما كاينش شي حاجه سميتها غنخرج من العلاقه وغنقلب على علاقه صحيه، اولا ما كاينش حاجه سميتها غنخرج من الخدمه وغنبدل الخدمه ولا نبدل البلاد ولا كتبغي تشكي وتعيشي في واحد ضحيه. لا، قبل ما نقرر انني نخرج من واحد العلاقه، قبل ما نقرر انني نخرج من واحد الخدمه، قبل ما نقرر انني نبدل شي وضعيه، نتعلم الدروس اللي خاصني نتعلمهم فيها. لان في اغلبيه ديال الحالات الناس كيهربوا، كيخرجوا من علاقه هروبا. هادشي اللي خرجوا منها اصلا، لان الاغلبيه كيبقاو في ديك العلاقه وما كيغيروا حتى شي حاجه. كاينين الناس اللي كيبقاو في علاقه وكيصبروا على داكشي، وكاين الناس اللي كيهربوا. مي بغيتك تكوني في الوسط، تعلمي الدروس ديالك اللي في ديك العلاقه، تحطي الحدود ديالك، تعرفي الجروح اللي عندك وتخدمي عليهم، تكسري الانماط اللي كتكرر في الحياه ديالك. عاد ديك الساعات ممكن تقرري واش تستمري في العلاقه او لا تخرجي من العلاقه، واش تخرجي من الخدمه او لا تبقاي في الخدمه، حتى كتوصلي لديك الحاله ديال السلام في الداخل ديالك، ديك السكينه ديال انني صافي تعلمت الدروس ديالي، وليت متصالحه مع هاد الناس اللي انا معاهم، حطيت الحدود ديالي، عبرت على المشاعر ديالي، بديت كنعيش الحقيقه ديالي. دابا ممكن نختار، يا اما نبقى معاهم يا اما نخرج. ماشي هروبا، ماشي حيت خايفه، ماشي حيت عايشه في وعي ضحيه، لا، حيت الان اقتنعت. وهذا الشيء اللي وقع لي انا قبل ما نخرج من الخدمه ديالي، وعاودت لكم القصه ديالي. اي علاقه قبل ما كنقطعها وما كنخرج منها كنعيش فيها الحقيقه ديالي، حتى كنحط فيها الحدود. وفي اغلب الاحوال من تجربتي الشخصيه والله العظيم، الى غير ملي كنتغير انا، الناس اللي قدامي كيتغيروا. ما كنبقاش مضطره انني لا نبدل البلاصه، لا نخرج من الدار، لا نخرج من الخدمه. ملي كنديرها بحال ملي خرجت من الخدمه ديالي دوزت فيها 8 سنين، خرجت باراده ماشي بهروب، لان صافي تعلمت الدروس ديالي، ما بقى عندي ما نهرب، عشت السكينه، وليت كنبغيهم، وليت كنستمتع. فنهار قررت انني نخرج، قررت حيتاش ما بقاش مسلك لي داك الدومين. مع دارنا كذلك كنت دائما كنقول اون فوا غنستقل، غنخرج من الدار، ما نبقاش ساكنه معاهم، بلا بلا بلا. نهار تعلمت الدروس ديالي وحطيت الحدود ديالي، ما بقاش لاش نخرج من الدار، ولا الاحترام المتبادل، ولات الحياه ديالي مسؤوليتي حتى حد ما كيدخل فيها، لا من الاهل لا من الاخوه، عادي. مع صحاباتي كذلك، ولا حافظين الحدود ديالي. وي ما نقول لكمش باللي ما تخليتش على ناس، كاينين الناس من الصحابات اللي تخليت عليهم في نفس الطريق، لان ما بقاوش متناغمين من الحقيقه ديالي. يعني انا تبدلت، تغيرت، هما قرروا انهم يبقاو في البلاصه اللي هما فيها، وانا ما كانش ممكن نضيع طاقتي ووقتي مع حبي ليهم، فانسحبت من العلاقه. وي هاد الشيء ممكن يوقع. يقدر يكون ناس دوزتي معاهم 20 عام 15 عام او لا اكثر، سواء صداقات سواء علاقه عاطفيه، هاد الشيء ممكن يوقع. مي ما كنخرجوا حتى كنكونوا تعلمنا الدروس، حتى كنكونوا عشنا الحقيقه ديالنا. وهذا جواب على واحد السؤال اللي واحد المنور اللي طرحوا عليا على العلاقه العاطفيه. قال لك الا كان واحد الانسان داخل في الوعي وانسان اخر لا. هنا غنقول لك كاين اختلاف. الا كانت المراه داخله في الوعي والراجل لا، كتكون القضيه صعيبه شويه، لان المراه عندها قابليه للتغيير اسرع من الراجل. بمعنى المراه في مش نقولوا الفتره ديالها كائن تغيير والنمو والابداع، يعني ماشي من النوع اللي كيقلب على الاستقلاليه بحال الراجل كيبغي الاستقرار والاستقلاليه، ما كيدير التغيير على شحال، فيكون ثقيل في التغيير. فإلا كانت المراه في الوعي والراجل ماشي في الوعي، هنا كيبقى لها الاختيار. يعني تقدر، وهذه كتوقع بزاف، كتكون المراه مثلا كتدخل في التغيير، كتدخل في الوعي، كتبدل، فكتولي كتشوف بلي داك الانسان مبقاش صالح يبقى معاها، لان ما مستعدش يتغير. هي ولات كتشوف الحياه ديالها بطريقه مختلفه، هي ولات كتفكر في حوايج اخرين، ولا عندها طموح الى اخره. وداك الراجل ما مساندهاش، و اش غنقولوا ما مستعدش اصلا انه يدير محاوله للتغيير. وللاسف هذا النوع تاع العلاقه ما كينجحش، قليل فين تينجح ملي يكون حتى الراجل تيكون مستعد. فكتلقى المراه دخلت في الوعي والراجل كذلك. ملي كتكون المراه سباقه للوعي والراجل ما مستعدش، هنا كتكون قاصحه شويه المراه تاثر على الراجل، لان ما يمكنش تغيريه الا هو ما بغاش يتغير. لان الراجل بطبعه كيبغي الاستقرار، كيبغي يبقى على الهيئه اللي هو فيها،
طونك ما وقعت ليش صدمه او شي حاجه اللي خلاتو يتغير فما يمكنش يتغير على قبلك. كاين حالات خاصه مع العموم. باغ كونطخ الراجل ملي كيدخل في الوعي كيسهل على المراه ديالو او اللي معاها انها تتبعو. علاش؟ لان الراجل في طبعه قوام، هو البروفايدر، بمعنى المراه كتقلب على الامان. فينفو هذا الراجل اللي يدخل في الوعي ويبدا يلبي ليها الاحتياجات ديالها ولا ما تكونش هي في الوعي، وتبدا تشوفو كيتعامل بديك الطريقه، فهو اللي كيقود العلاقه. فراه ممكن بسهوله انها حتى هي تدخل معاه في الوعي، والعكس لا، لان كيف ما قلت لكم القياده في العلاقه كتكون للراجل. هذه فطره فيه. الراجل صحي في الطاقه الذكوريه كيكون هو البروفايدر، كيكون هو اللي كيقود العلاقه. فملي كيدخل في الوعي راه اوتوماتيكمون المراه ديالو الزوجه ديالو او لا المراه اللي معاه فراه كتبعو، لانه هو اللي يقود العلاقه، ماشي باكراه بيان سور، مي لانه هو اللي كيوفر لها الامان، لان اصلا المراه كتقلب على الامان وعلى الحب من الراجل. الوغ كو ملي كتكون المراه هي اللي دخلت في الوعي، وهذه كنشوفوها بزاف النساء الحمد لله حاليا كيدخلوا في الوعي، لان في الفطره ديالها سريعه التغيير، يعني هي كتقبل التغيير دغيا، كتقبل النمو دغيا. فكتلقاها ربما مزوجه فكتقول لك انا راجلي ما مساندنيش، كيقول لي تبدلتي عليا. وكنقول لكم كاين حالات اللي الراجل كيساند المراه حتى هو كيتبدل معها، مي ماشي بحال الجهه الاخرى ملي كيكون الراجل هو اللي دخل للوعي. فهذه غير جوابا، فما يمكنش ما كاينش واحد نقول واحد القاعده اللي كتنطبق. المراه كتكون قابله للتغيير اكثر وبسرعه اكثر من الراجل. فهنا جوابا على السؤال ديال الاخ اللي طرح السؤال، هنا كيبقى ليك الاختيار. الا كانوا هاد الناس والديك فراه غتحترم المرحله ديالهم، غتقبلهم وما غتفرضش عليهم الراي ديالك، سواء كانوا والديك سواء كانوا خوتك سواء كانوا الناس اللي دايرين بك اصدقاء الى اخره. كتبقى عندك الحريه انك تحمي طاقتك وانك دير مسافه بينك وبينهم. ولكن الا كانت الزوجه ديالك ولا الانسان اللي كتحبها واللي كتشوف معاها واللي كتشوفها شريكه الحياه ديالك، هنا كنقول لك راه ممكن الا كنتي انت داخل في الوعي فراه تقدر انت تقود العلاقه وتقدر انت تانسبيريها. خصك غتكون في الطاقه الذكوريه ديالك وتكون داك الحامي وداك الانسان اللي كيخلق الامان، لان اي مراه ناضجه صحيه فكتقلب على الامان وعلى الحب والتواصل في العلاقه. فاي راجل يوفر لها هذا الشيء فراه غتلقاها تتبعه، لان المراه تابعه والراجل قائد في العلاقه الصحيه الناضجه. ما كنهضرش على العلاقات اللي توكسيك اللي كبرنا عليها ديال ان الراجل مسيطر ومتحكم، نو. كاين فرق بين ان الراجل يكون قائد العلاقه. شوف القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، ماشي بإكراه وبسيطرة كيف ما كبرنا عليها وكيف ما تربينا عليها، لا، بحب بتعاطف وبشورى كيف ما كنقولوا. مي كيبقى هو اللي كيقود العلاقه، والمراه كتبغي تكون في الحمايه ديال واحد الراجل اللي في الطاقه الذكوريه ديالو. الوغ كملك الا كنتي انت امراه ودخلتي في الوعي وكنتي في علاقه مع واحد الانسان اللي ما مستعدش انه يدخل الوعي، ما مستعدش انه يتبدل، ما مستعدش انه يتغير، فهنا كيخصك ديري واحد القرار. هادشي علاش دائما كنقول بلي الحب وحده ما كافيش في العلاقه، لان تقدر تكوني كتبغي واحد الانسان ولكن كتشوف ما متناغمش مع المسار اللي باغا تعيشيه في الحياه ديالك او الطريقه باش باغا تعيشي الحياه ديالك. هو الاول تكوني كتبغيه ما كيكفيش، لان انت قبلتي التغيير ودخلتي في التغيير وهو ما باغيش، باقي متشبت بالتقاليد، باقي متشبت بالعادات، باقي متشبت بنفس الافكار القديمه وما مستعدش انه يفكر ولا حتى انه يتغير. فهنا كنشوفوها حاليا بزاف ديال النساء كيدخلوا العالم التغيير، كيدخلوا العالم الوعي، تيبداو يخدموا على راسهم، كيفهموا شحال من حاجه، كيتحرروا من المعتقدات ومن الافكار القديمه. فكتلقاهم كيقرروا انهم ينفصلوا عن شريك الحياه ديالهم، رغم انهم تيقول لك راه كنبغيه وعشره عمر، ولكن الطريق اللي غاده فيها واللي اختارتها الروح ديالي ما يمكنش يكون جزء منها. فهنا كتخرج من العلاقه ماشي هروب، ماشي حيت حقد عليه، ما بقاش متناغم مع طريقه باش تعيش الحياه ديالها. وهذه جزء من الرحله ديالنا. كاينين الناس كيدخلوا كيكونوا
الدور ديالهم في الحياة ديالنا، دورهم ديالهم الأساسي هو أنهم يعلمونا الدروس، هو أنهم يتحداو المعتقدات ديالنا، هو أنهم نحسوا معهم بالألم باش كنقدروا نديروا التغيير. وهذا هو كيكون الدور ديالهم من بعد كيخرجوا من الحياة ديالنا. وكاين ناس اخرين اللي كيكملوا معنا الحياة ديالنا، اللي حتى هما كيفيقوا معنا، حتى هما كيدخلوا كما قلت لكم في طريق التغيير. دونك ما كايناش قاعده عامه، مي الاساس واللي كنعرف انا واللي كيهضروا عليه بزاف ديال الناس هو ان المراه اكثر قابليه للتغيير على الرجل، لان هذا جزء من الفطره ديالها. فنتمنى نكون جاوبت المنور على السؤال اللي طرح، وكنبغيكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في رساله اخرى من بودكاست كونينتي.